المغرب وسيراليون مباراة فيصلية، مباراة التأهل لكأس العالم. موعد المباراة النهاردة مرتقبة، تفاصيل المذيع كل حاجة موجودة. وعايز قبل ما أكمل أقول مليون مبروك للمنتخب المغربي، الإرادة الجماهيرية، الشعب المغربي. علي محمد علي المذيع اللي تحامل على المغرب وجامل المنتخب التونسي مش موجود النهاردة في ولا مباراة، حتى المباراة المنتخب المصري اللي دايما بيحلل أو بيذيع فيها. السلام عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة. مباراة منتخب المغرب النهارده امام سيراليون، مباراة هتبقى صعبة بسبب كلكم عارفين تصريحات المدير الفني للمنتخب السيراليوني، استعداده التاريخي اللي بيكتبه منتخب السيراليون، الحافز ليهم كأول مرة يشاركوا في بطولة افريقيا. وطبعا منتخب السيراليون بفوزه على المنتخب المصري برباعية مقابل هدف، صاحب الارض صاحب الجمهور، منتخب شمال افريقيا ياتي في المركز الثاني ورا المنتخب المغربي في بطولة شمال افريقيا الاخيرة اللي توج بها المنتخب المغربي. ولكن انا عايز اقول كل اهدافك وكل حوافزك وكل طموحاتك دي ان شاء الله هتقف النهارده امام المنتخب المغربي اللي عنده اراده، اللي دايما لما بيخش على بطوله بيبقى رقم واحد عنده الحفاظ والوصول الى اللقب. طبعا موعد المباراه النهارده هتكون الساعه 6 بتوقيت القاهره، الساعه 4 بتوقيت المغرب، نفس توقيت مباراه مصر امام منتخب غانا. مباراه هتبقى صعبه، وطبعا في حاله فوز المنتخب المغربي وحاله فوز المنتخب المصري هيتقابلا في دور نصف النهائي. ولكن طبعا هنقول ساعتها مبروك للي يفوز، هارد لك للي خسران، المهم نصعد سويا الى كاس العالم. وده حلمي انا شخصيا زي ما يكون حلم المغاربه وحلم المصريين. طبعا التصريحات من المدير الفني بيقول لك هنكتب تاريخ وهنصعد لكاس العالم وهتكون اول مره نشارك في بطوله افريقيا ونصعد. ولكن هو نسي من ضمن احلامه انه هيواجه المنتخب المغربي، وانا اتوقع ان شاء الله النهارده المنتخب المغربي هيفوز بفارق هدفين 2-0 3-1، رغم ان المنتخب السيراليوني منتخب ظهر بشكل قوي وصعد في المركز الثاني خلف منتخب جنوب افريقيا في المركز الاول، والمنتخب المصري في المركز الثالث ب7 نقاط كل منهما، قبل خصم النقاط طبعا مع المنتخب الاخير اللي هو كان منتخب تنزانيا. بشكركم شكرا جزيلا، وصلت معايا هنا اعمل لايك، اعمل بارتاج، وانزل في الكومنتات قول لي كم تتوقع، وهل سيتم مواجهة المنتخب المصري مع المغرب في نص النهائي؟ واذا حصل قول لي مصر هتشيل كام. سلام.